ذلك من الشاهدين. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور خالد بنورة ترحيب بالحاضرين عضو مجلس الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب أحمدك حمد الشاكرين، وأشكرك شكر الحامدين، وأعبدك عبادة المحبين، وأحبك حب العابدين المخلصين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا الحفل الكريم نشكركم على تلبية الدعوة ونهنئكم بهذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى الفردوس الأعلى وأن يبلغنا ليلة القدر. نرحب بكل من حضر، نرحب بممثلي الأحزاب السياسية، نرحب بمن حضر من الإخوان المسلمين، نرحب بمن حضر ممثلا عن الأزهر الشريف، نرحب بمن حضر ممثلا عن الكنيسة، نرحب بكل الحاضرين جميعا بلا استثناء. فأهلا بكم ومرحبا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وفي هذه المناسبة أنصح نفسي وإياكم بنصيحتين سريعتين. النصيحة الأولى وهي أن هذه المرحلة الحساسة والخطيرة والمهمة في عمر أمتنا تقتضي أن نتعاون جميعا وأن نتكامل وأن نتكاتف من أجل إنجاح مشروع النهضة، ومن أجل إنجاح مصر، ومن أجل أن ننقل مصر نقلة عظيمة في التطهير والبناء والتنمية ثم الريادة إن شاء الله تعالى. لابد أن نتعاون جميعا وأن نكون على قلب رجل واحد، وأن ننسى وننحي خلافاتنا الفكرية والسياسية جانبا عندما نعمل عملا مشتركا أو نعمل لأجل هذا الوطن، انطلاقا من هذا المبدأ وانطلاقا من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنصيحة الأخيرة وهي أننا يجب علينا جميعا أن نتعامل مع الأخبار بمنهج راشد. هذا المنهج الراشد يختصر في أمرين: التثبت والتبين. أن نتثبت من صحة الخبر، أي خبر يصلني لابد أن أتثبت هذا الخبر صحيح أم خاطئ، أتحقق من حقيقة الخبر ومن مصدر الخبر. فإذا ما تبين لي صحة هذا الخبر أنظر في تحليله أو ما وراء الكلمات أو معنى الخبر أو تحليل الخبر إلى غير ذلك، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا. فالاثنان مطلوبان، فتثبتوا وتبينوا. أختم كلامي إنني يعني مش عايز أقول في هذه المناسبة إنني ببارك للدكتور سعيد، ده أنا بقول له بدعو للدكتور سعيد عوف أمين حزب الحرية والعدالة بمدغمر الجديد. أدعو الله له عز وجل أن يوفقه في هذه المهمة الجسيمة، فهي مهمة تكليف وليست تشريفا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وجزاكم الله خيرا، وطبتم وطاب مشاكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله